ده جهاز HP Z440 تاور ورك ستيشن. نشغل مع بعض ونقول بسم الله. خمس صفارات يعني ان الجهاز مفهوش رام او في رام ولكن مهزوزة والجهاز مش حاسس بيها. انت بقى بتجيب اجهزة استيراد وتطلع للناس تقول ان الاجهزة الاستيراد دي مش كويسة ومحدش يشتريها عشان تاخد لقطة مش اكتر. الكلام ده مش صحيح، وهنثبت الكلام ده دلوقتي، وهنركب في الجهاز رامة والجهاز مش هيطلع صفارة واحدة. شغل بس كده. بسم الله. الجهاز مش هيطلع نفس ليه؟ والجهاز شغال اهو. الخمس صفارات يا جماعة معناها ان الجهاز مش حاسس بالرام او مفهوش رام اصلا. انت بقى بيتنصب عليك او بيضحك عليك في كل مرة بتنزل تشتري فيها اجهزة استيراد وعندك عقدة من الاجهزة الاستيراد ومن تجار الاستيراد. انت بقى لازم تتابعنا في AI ستور عشان بعد كده ما يضحكش ولا يتنصب عليك، وعشان برضو تاخد جهاز يناسب كل احتياجاتك اللي انت جايب ليها الجهاز. انا ايمن عزب ودي قناة AI Store Computer Service. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لو اول مرة تشوفنا فاحنا بنقدم اقوى محتوى عن بيع الاجهزة الاستيراد وبنساعد العميل في انه يختار الجهاز الانسب لكل احتياجاته. ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش كل العروض الجديدة. جهاز النهاردة هو اختيار رقم واحد للمهندسين اللي عايزين حاجة يشتغلوا عليها على برامج تقيلة وتكون قوية معاهم في الاداء، واختيار رقم واحد للناس اللي عايزة تشغل جيمز ويشغل احدث واعلى الالعاب اللي موجوده، العاب 24. وكمان اختيار رقم واحد للناس اللي بتشتغل كودينج على فترات طويله في اليوم. يعني من الاخر جهاز متعدد الاستخدامات. ومش بس كده، ده كمان بيدينا قيمه كبيره جدا مقابل سعره البسيط. وهنا اول سؤال هو بنساله في AI ستور، ان حضرتك هتشتغل ايه على الجهاز؟ هل هتشتغل برامج زي الريفت والبريمير والكاد والماكس والحاجات دي، ولا عايزه تشتغل عليه برمجة وفي نفس الوقت تشغل عليه ألعاب؟ بالظبط كده، الله ينور على حضرتك. هي دي الأسئلة اللي تتسأل وهنجاوب عليها دلوقتي في الفيديو ده. دلوقتي لو حضرتك عايز الجهاز تشتغل عليه برمجة أو عايز الجهاز تشتغل عليه جيمز ويبقى جيمز عالي جدا، الجيمز ليه متطلبات خاصة حضرتك لازم تستوفيها في الجهاز اللي هتاخده عشان خاطر تشتغل عليه بكل أريحية. أول حاجة بتطلبها معانا الألعاب ان الجيجا هرتز تكون عالية. طب عالية دي المتوسط بتاعها كام؟ يبقى 3.2 جيجا هرتز، والماكس تيربو اقل حاجة يكون 3.8 جيجا هرتز. ده التردد او السرعة بتاعة البروسيسور. طيب تاني حاجة بيطلبها الجهاز ايه لو هشغل جيمز او اكواد برمجة؟ حضرتك تاني حاجة الجهاز بيطلبها الرامات ما تقلش عن 16 جيجا. ده المتوسط بتاع الالعاب وبتاع البرمجة بتاعة النهاردة. ان تحط اقل حاجة في الجهاز كارت شاشة اقل شيء 2 جيجا DDR5. طيب بيبص على حاجة تاني الالعاب بتبص على البروسيسور انه يكون اقل حاجة 6 كور وما يقلش عن 12 ثريد. وبكده نكون كملنا طلبات او متطلبات الناس اللي عايزة تشتغل جيمز او برمجة بيطلب حاجات معينة زي اللي قلناها دي. ونروح بقى المتطلبات الجرافيك. ايه هو اللي بيطلبه الجرافيك معانا؟ اقل شيء يكون البروسيسور 12 كور 28 ثريد 15 ميجا كاش. هل هو بيبص الجيجا هرتز؟ مش كل البرامج الهندسية بتبص الجيجا هرتز، وده هنعرفه بعدين. بيبص لايه تاني يا باشمهندس؟ بيبص للرام اقل شيء 16 جيجا رام، وفي نفس الوقت احنا بننصح بانه يكون 32 جيجا رام. طيب بيبص لايه تاني؟ بيبص الكارت الفيجا اللي هو ممكن يبقى افضل شيء للبرامج الهندسيه انه يبقى كارت نيفيديا كوادرو. الكروت النيفيديا كوادرو مصنوعه اصلا للبرامج الهندسيه. يعني انا لو عايز اشتغل على برامج تقيله جدا لازم احط كارت كوادرو او احط كارت GTX او احط كارت RX. انا كده خدتهم بالترتيب، الاقوى الكوادرو، بعد كده الGTX، بعد كده الRX. عشان الناس بتتلخبط ما بين الفرق ان هم ياخدوا مثلا 1650 V4 ولا ياخدوا 2680 V4، والفرق ما بينهم في السعر بيكون حوالي 200 جنيه. طيب احنا نستنتج من اللي احنا قلناه ده ايه؟ ان حضرتك لو عايز حاجة تشتغل عليها جيمز هتاخد العرض الاول، عايز حاجة تشتغل عليها برمجة هتاخد العرض الاول، عايز حاجة تشغل جرافيك متوسط يكون بيحتاج جيجا هرتز عالي هتاخد برضو العرض الاول، لو عايز تشتغل على برامج تقيلة جدا 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 هتاخد العرض التاني. عرض اول ايه وعرض تاني ايه؟ ده انا تهت منك. احنا يا جماعة بكل بساطة جايبين لحضراتكم في الجهاز ده موديلين من البروسيسور. الموديل الاول معانا
اللي هو جهاز HP Z440 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور E5 1650 V4. والبروسيسور ال 1650 V4 ده بيبقى 6 كور و12 ثريد و15 ميجا كاش، والجيجا هرتز او التردد بتاعه بيبقى 3 و6 جيجا هرتز، والماكس تيربو بتاعه بيوصل معانا لغايه 4 جيجا هرتز. رامات 16 جيجا DDR4، وهارد 500 HDD، وهارد SSD 256 جيجا، وعليه كارت NVS 295، وباور سبلاي 700 واط. الباور سبلاي بتاعه فيه 2 6 بن زي ما هنشوف في الفيديو اللي في اخر العرض ده. الجهاز ده فقط وحصري لعملاء شركة AI ب 8400 جنيه بس حتى نفاذ الكمية. والعرض التاني اللي معانا على نفس الجهاز هو جهاز HP Z440 تاور ورك ستيشن، عليه بروسيسور E5 2680 V4، بيبقى 2.4 جيجا هرتز، والماكس تيربو بتاعه 3 و3 و14 كور و28 ثريد و35 ميجا كاش. عليه رامات 16 جيجا DDR4، وعليه هارد HDD 500 جيجا ده بيبقى للتخزين، وعليه هارد SSD فائق السرعة 256 جيجا، وعليه كارت فيجا نيفيديا كوادرو NVS 295 256 ميجا، وعليه كمان باور سبلاي 700 واط. الباور ده قوي جدا ما شاء الله عليه. والعرض ده لعملاء شركة AI حتى نفاذ الكمية ب 8650 جنيه بس. احنا ضمننا 3 شهور استبدال من تاريخ الشراء، وحتى لو ضمانك خلص وواجهتك مشكلة احنا بنساعدك في حلها. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي بنشحن لهم في كل المحافظات، حضرتك بتحول على الارقام اللي موجودة تحت في الوصف 200 جنيه جدية شراء، وبتبعت لنا على الواتس الاسم والعنوان ورقمين تليفون، واحنا بنجهز لحضرتك الجهاز زي ما اتفقنا بالظبط بالمواصفات، بنصوره فيديو بالحالة بالامكانيات بكل شيء حضرتك اتفقت عليه، وبنشحنه مع مندوب شركة الشحن. ولما الجهاز بيوصل لحضرتك بتستلم من مندوب شركة الشحن وبتحاسبه على باقي ثمن المنتج. ولكن هنا في حاجة لكل اخواتنا وحبايبنا اللي على راسنا في محافظة سوهاج. يا جماعة الشركة اللي احنا متعاقدين معاها ما بتبعتش بمقابل لسوهاج، يعني حضرتك لو ساكن في سوهاج هتبعت لنا ثمن الجهاز كامل على الارقام اللي موجودة في الوصف، وتدينا الاسم والعنوان ورقمين تليفون، واحنا بنشحن لحضرتك الجهاز. ولما مندوب شركة الشحن بيجي لك يسلمك الجهاز بتحاسبه على الشحن فقط لا غير. وبنعتذر لكل اهلنا واخواتنا في سوهاج، وده غصب عننا والله، بنتمنى ان حضراتكم تسامحونا. ولكل اخواتنا وحبايبنا اللي عايزين ينورونا في الفرع هنا، احنا عنواننا في القاهرة الزيتون، شارع ترعة الجبل، امام مسجد الظواهري، بجوار فتح الله جملة ماركت. ونسيبكم مع وصف الجهاز من جوه ومن بره كمداخل ومخارج، وحالة الجهاز نفسها. طبعا زي ما حضراتكم متعودين ان الحالة عندنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ان الحالة بتاعت الاجهزة زيرو عندنا بفضل الله، وحضرتك اول واحد يستخدم الاجهزة دي في مصر. عندنا هنا الجهاز فيه 4 سلوت رام هنا، وفيه 4 سلوت رام هنا، يعني الاجمالي 8 سلوت رام. وعندنا 4 ساتا هنا تحت، وعندنا 2 ساتا اهم، يعني الاجمالي 6 ساتا. عندنا 2 PCI اكسبريس نقدر ان احنا نوصل فيهم كروت الشاشة مفيش اي مشكلة. وعندنا الجهاز بيبقى جاي براكتين للهارد HDD، ونقدر نوصل هاردات هنا اهو، نوصلها بالمسامير اللي موجودة هنا دي، نوصلها في نفس الحتة اللي هنا دي كده، يعني يشيل معانا ادي هارد 2 3، وعندنا هنا ادي مكان 2، يعني يشيل معانا 5 هاردات وواحد SSD، ادي ال6 ساتا اللي موجودين عندنا. طيب الباور سبلاي طبعا 700 واط زي ما حضراتكم شايفين 700 واط. ونشوف المخارج بتاعت الجهاز من قدام. مخارج الجهاز من قدام بتبقى فيه 4 USB 3، منهم واحد فاست تشارج اللي هو الاولاني اللي فوق ده، وطبعا مداخل السماعات من قدام. ونشوف مداخل الجهاز من ورا. مداخل الجهاز من ورا عندنا بيبقى فيه 2 USB 2، وعندنا 4 USB 3، وعندنا مدخل اللان اللي هو 10100، ومدخل السماعات. وطبعا الحالة زي ما حضراتكم شايفين حالة الشغل عندنا ما شاء الله، يعني حالة محترمة جدا جدا جدا، وحضرتك اول واحد يستخدمها في مصر. احنا يا جماعة ما بنشتريش شغل شغال في مصر كسايبرات او كشركات بتصفي. احنا يا جماعة الشغل اللي عندنا حضرتك اول واحد يستخدمه. وانتظروا مزيد من العروض اللي تليق بحضراتكم بامر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. AI Store Computer Service.